الفيديو ده مش لأي حد، الفيديو ده للناس اللي عايزة تشتغل في دول الخليج. فلو عاوز تشتغل في دول الخليج دي المجالات اللي تركز عليها لأنها هتكتسح في الفترة الجاية. وده مش كلامي خالص، ده كلام الايكونوميك وورلد فورم. أول مجال الرينيبل انرجي انجينير، مهندسين الطاقة المتجددة. الفترة اللي فاتت العالم كله ابتدى يلجأ لفكرة الطاقة المتجددة، عشان كده المجال ده انتشر مش بس في دول الخليج ولكن في العالم كله. تاني مجال ال AI and Machine Learning Specialist. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن ال AI ولا استخدامات ال AI اللي اكتسحت سوق العمل حرفيا في الفترة اللي فاتت، واللي دول الخليج لوحدها بتصرف عليها ميزانية بتقدر ب 150 مليار دولار. تاني مرة عشان ما تعاركنيش في التعليقات، ده كلام الايكونوميك وورلد فورم. تالت مجال بقى السايبر سيكيورتي، مجال الامن السيبراني اكتسح الفترة اللي فاتت في دول الخليج عشان بالنسبة لهم الحماية هي رقم واحد. عشان كده السايبر سيكيورتي او مجال الامن السيبراني بقى ليه تقله في الخليج. تالت مجال البيج داتا سبيشالست، وهنا احنا مش بنتكلم على الداتا اناليسيز ولكن بنتكلم على البيج داتا. متخصصين قواعد البيانات الكبيره بقى ليها تقلها قوي في الخليج الفتره اللي فاتت. ويعني لو قلت لك هم بيتعينوا في الوظيفه دي بستاندر سالري قد ايه انت مش هتصدق. ارقام غريبه قوي الصراحه. اخر وظيفه معانا الفاينانشال تيك انجينيرز، ده لان الفتره اللي فاتت ما بقاش في حد طبعا بيشيل فلوس في جيبه، كلها بقت حلول ماليه الكترونيه. ودول كانوا اكتر المجالات المطلوبين جدا في دول الخليج الفتره دي. اعمل منشن بقى لصاحبك اللي بيدرس مجال من المجالات دي وقول له خلاص كده انت عديت الفقر وهتاخدنا على جناحك.